الحاج باغي ياخذ الفلوس ديالو عند السيده اللي هي عندها جوج وليدات وارمله مات ليها الراجل بمده ديال عام. ولكن ما تخيلوش ملي الحاج ما بغاتش تخلص له حيت ان مسكينه ما عندهاش باش تخلص. ولكن الحاج هنا اخوتي ماشي باغي ياخذ الفلوس، وانما عطاها الاحتمال انه يتخلص بشي طريقه اخرى من غير انه ياخذ الفلوس. طبيعة الحال الطريقة اللي كدور اللي هي على بالكم وعلى بالي وعلى بال اي واحد هي الطريقة اللي باغي الحاج يتخلص بها. والحاج يا حسرة وراجل كبير وعنده وليداته وعنده الحاجة، ومع ذلك ان ما كيحشمش وباغي ياخذ الفلوس وباغي يتخلص من الكرا ديالو بشي طريقة اخرى من غير انه ياخذ الفلوس. فهنا غادي يحصل وغتوقع له واحد الكارثة العظمى اللي ما غتجيش على البال ديالكم، لان باغيكم انكم تعرفوا على الفضيحه ديال الحاج، واكيد باغيين تعرفوا. فإلى طبيعه الحال باغيين تعرفوا خليونا واحد لايك وشي كومونتير، وما تنساش تبارطاجي الفيديو مع اي وحده، وبالخصوص الا كانت شي وحده في الحياه ديالك عارفها عندها مشاكل مع الراجل ولا اي حاجه. فكيوقع بزاف هادشي النساء اللي مطلقين بزاف، فنتمنى حتى شي وحده ما طيح في هاد السياسيون هادي. فعليها خليونا نبدا الفيديو وبارطاجيو كما قلت لكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. فالقصه ديال اليوم القصه غتوقع لواحد السيده مسكينه اللي هي ارمله اللي مات ليها الراجل ديالها. هذه مده ديال سنه باش مات ليها الراجل ديالها، وبقات في الكرا، ومع ذلك انها مكافحه مع وليداتها، خدامه وكتضيباني هنا وهنا، وباغا الحلال لوليداتها. وطبيعة الحال ما بغاتش تحشم بديك الراجل اللي هو انه مشى عند الله، ربي بغاه وعليها تخلى على وليداته ومسكين الله يرحمه. فهنا السيدة طاحت في واحد الفترة اللي هي الدعوة مقتولة، الخدمة قليلة، يلا كديباني باش توكل وليداتها. نتوما عارفين جوج وليدات ماشي ساهلين، المصاريف كدا، المدرسة الى اخره، بزاف ديال الحاجات. ولكن نهار الحاج وصل له الراس ديال الاخر ديال الشهر، جا كيدوق عليها عطيني الفلوس، كتقول له غير صبر عليا الله يرحم والديك راه مزير، راه انا كنت كنخلص لك ملي الدعوه ميسره، راه الفلوس ديالك كتاخذهم، راه ما عمرني ديتك ديالك وما عمرني غادي ناخذ لك شي درهم ديالك، ولكن صبر عليا انا ان شاء الله غادي نعوض الامور ديالي غادي نخلص. تخيلوا معايا كيمشي عاوتاني كدوز لواحد الفتره، عاود مع 24 ساعه 48 ساعه كيرجع يدق عليها كيقول لي بغيت انك تعطيني رزقين انا واقف عليه. نفس السيناريو عاود كيتعاود. هنا الحاج بدا كيسيب ليها بعض لي ميساج بلي ان راه نقدر نتخلص بشي طريقه اخرى، راه تقدر زعما تخلصني بشي طريقه اخرى. السيده يا خوتي كتقول له كيفاش انني نخلصك بطريقه اخرى؟ ما فهمتش هي، ممكن انها فاهمه الميساج وانما كتحاول دير راسها بحال مكلخه. كيفاش انني نخلصك بشي طريقه اخرى؟ انا كنعرف الخلاص غادي نخدم وغادي نوفر شي بركه، غادي نجيب لك الرزق ديالك صافي، يعني هادشي اللي كنعرف انايا. مهم عاود يمشي كيميك عليها، عاود كيرجع كيقول لي شوف راه باغي الفلوس ديالي او لا خوي لي الدار ديالي او لا، مهم كيبقى يهددها بحال هيدا اليوم وغدا اليوم وغدا اليوم وغدا. مهم كيرجع نفس الشيء، نفس السيناريو كيتعاود. مهم واحد النهار ان حاول ان يوضح لها الامور، قال لها شوف فهمي الطريقه، راه الا ما عندكش الفلوس راه تقدر تخلصني بشي طريقه اخرى. كتقول له بحالاش زعما شرح لي انا ما فهمتش زعما كيفاش نخلصك بشي طريقه اخرى. المهم اخوتي جا لها النيشان قال لها شوف راه زعما تقدر زعما تريح معايا وكذا وهادي نتوما عارفين. قالت له لا كذا وانا مهم قال لها شوف هو كيبقى القرار ديالك، مهم فكري، انا غادي نخلي لك واحد المده اللي تقدر تفكر فيها، فكري مع راسك وديك الساعاتين انا غادي نرجع. مهم السيده مشات للدار، تخيلوا معايا، مهم كتفكر، بدا البلان كيطيح لها في العقل ديالها، شنو غادي ندير، واش نقبل بهذا العرض هذا، واش ما نقبلش، واش كذا، واش هي. مهم وصلت الوقت رجع لعندها، قالت لها لا والو انا فكرت انا ما نقدرش انا كذا طنطان. قال لها شوف انا نعطيك اخر الاختيار، شوف يا تقبل
تمشي معايا يا غادي نجري عليك الزنقه، وإلا مشيتي معايا راه ما غيخصكش معايا حتى شي خير، راه غادي تسكن، راه غادي نوفر لك اي حاجه بغيتيها غادي نحضرها لك. قالت له واخا صافي عطيني هاد الليله هادي غنزيد نفكر. المهم السيده يا خوتي بدات كتدخل الفكره للدماغ ديالها. الله يحسن العوام، السيده مزوجه ومات لها الراجل وعندها 2 وليدات. السيده باقا في السن ديال العشرينات، باقا صغيره يعني، باقا شابه، باقا اي واحد يتمناها يعني. ولكن باش طيح في هاد المسؤوليه هادي وهاد القهره الله يحفظ يعني ديال المسؤوليه، الدراري وتماره والكرا والافكار وهادي، راه اي وحده طيح في هاد السيتواسيون هادي راه تقدر تفكر في نفس الفكره يعني. تقدر ان يبدا الشيطان يلعب لها بالدماغ ديالها. وعلاش ما تقبلش انك تهنى من الكرا بعدا اول حاجه، ثاني حاجه غتهنى من المصروف ديال الدراري، ثالث حاجه ها انت ساكنه فابور وعايشه الحياه مع الحاج. مهم فكرات عيات ما تفكر، جا رجع عندها. شنو غادي دير؟ غادي تحاول انها دير له شي فخ اللي تقدر تفك مع هاد السيد هذا. شنو غادي يدير لا؟ شنو غادي دير له؟ ان حاولت دير واحد التسجيل د واحد التليفون. جا لعندها عاود نفس الشيء، كتقول له لا انا ما نقدرش كذا، كيقول لها شوف يا غتمشي معايا يا غادي نلوحك الزنقه يا كذا. مهم قالت له حتى جبدت له اللسان ديالو كامل، حتى قال لها داك الشيء كامل اللي خصو يتقال. قالت له شوف واش غادي تخرج عليا ولا غادي نوريك الشغل ولا غنجمع عليك الجيران. قال لها كذا. هو تجبد له الاوديو تسجيل اخوتي، ها شنو قال. السيد عرفتي تصدم وتحطم، ما فهم والو. قالت له شوف دابا اختار شنو بغيتي، يا تمشي تمشي بحالك تعطيني اتساع، يا غادي ندي هذا الاوديو وهذا التسجيل هذا للحاجه وغادي نوري لها كلشي. وديك الحاج ان كيخاف على الحاجه عرفتي، كيخاف عليها عرفتي، ولا بحال لا قيطو الفار. قال لا كدا طانا عندك ديرها، عندك تمشي. سد عليها الباب اخوتي ومشى. من تما ما عاودش هضر معاها. قالت له شوف راه النهار يكونوا الفلوس واجدين راه غنجيب لك فلوسك بلا ما تجي لعندي، ما يحتاجش انك تجي لعندي، راه فلوسك غتاخذهم، راه ماشي غادي ندير لك ديالك واخا ان شد عليك هذا الدليل هذا اللي نقدر نشوهك به مع ولادك والمراه ديالك. قالت له انا نهار نجمع رزقي راه غادي نجيبو لك. فهنا الحاجه اللي بغيتكم انكم تفهموا هو ان هاد السيده هذه اللي صراحه كنعطيها التحيه من هذا المنبر هذا، فهاد بنات الناس نقدر نقول لكم اخوتي راه قلالين، واللي طاح على شي بنت الناس بحال هذه فخصو يحتفظ عليها وخصو عرفتي ولا خصو يعطيها واحد القيمه. فراه بنات الناس بحال هادو راه قلالين اخوتي. واللي بغيت العبره اللي بغيت نوصل هو ان فاي وحده عند راجلها ولا عندها الاسره ديالها عندها وليداتها، راه هذا هو هذه هي الحاله اللي تقدر تطيح فيها الى انك بديتي كتفرض راسك وبديتي كدير شي حوايج اللي يخليوك انك ترجع للدار ديالك. فإلا لقيتي واحد ولد الناس فتكالما وعطيلو القيمه لديك ولد الناس واحترمو وحمد الله وشكر الله حيت انك تخبيتي، ولو يكون ديك ولد الناس غير على قدو، غير كيجيب النهار ديالو وكتاكلو وكتشربو كيخلص الكرا ديالو، او الا كانت عنده الدويره ديالو وعيشكم بواحد الاحترام وواحد الكرامه. فعليها هنا تسالات القصه ديالنا اخوتي. نتمنى تكونوا خديتوا شي عبره كيف ما كانت، وإلا خديتوا اي حاجه ممكن تبارطاجيو الاراء ديالكم معنا في الكومونتير، وشنو بان لكم في هذا النوع ديال بنات الناس. واش زعما اي وحده تقدر تكون تقدر تتصرف بهذه الطريقه هذه ولا قليل اللي غادي يتصرف بهذه الطريقه هذه. وما تنسيش الاشتراك الا كنتي اول مره كتشاهد المحتوى ديالي، وما تنساش تبارطاجيه مع اي واحد واي وحده باش ان تكون واحد الافاده اكثر واكثر ان شاء الله. تحياتي لكم اخوتي، كان معكم منتظر الحكيم، نتلاقاو في قصه جديده ان شاء الله يا ربي.